كيف؟ ما هو انا. من هو؟ شرج. والله ربي دا حدقه وما يدري. نشر السلبيات في مجتمعنا له تأثير كبير على نمط الصورة المرسومة علينا أمام الآخرين، ولي فترة أريد أتكلم عن أضرار هذا الأمر على مجتمعنا. لحد يقول لي يا شاعر هذه المواضيع ما تستاهل تناقشها، أنت تناقش وتحل مواضيع أكثر أهمية. بقول لك يا عزيزي هذا الموضوع بالذات أهم من المهم، لأنه يمس كل يمني، يشوه صورتنا أمام العرب. العالم أصبح قرية صغيرة في ظل السوشيال ميديا. بعض الناس يشوف مجنون في الشارع يهرول نحوه، يصوره ويعبث فيه ويستغل فقدانه لعقله، ومن ثم ينشر بقصده يضحك الناس. والله إن أنا شفت مقطع الواحد صور مجنون مخزن بالشقين ولقف المجنون ملانقات فل، ولو تشوفوا على منظر مقزز، وملابس المجنون ملان زيت ووسخ ومنظر مقرف. خلص يصور ونشر وطلع الفيديو 10 مليون مشاهدة. وعندما أنا دخلت التعليقات ولاقيت كلهم من الخارج، اللي يقول ما هذا القرف اليمنيين، واللي يسأل ما هذا الذي في فمه، يعني انتم عارفين ايش، وليش اليمنيين دائما نافخين خدودهم، وتساؤلات وحوار كبير ما بيش له اي نهاية، وتشويه غير مسبوق، حتى ان هذا الامر يخلق فرص للحاقدين على اليمن من التشويه اكثر بنا. فبعضهم يدخل يكتب تعليق ويقول طول عمري ما لقيت يمني نظيف، وطول عمري اعرف اليمنيين اللي نافخين خدودهم بالمخدرات، وسب وشتم كله كذب في كذب علينا وتشويه لنا. يعني فيديو واحد قد يتسبب بدمار مجتمع كامل وأخذ صورة انطباعية غير صحيحة، وخلق للحاقدين فرص كثيرة للتشويه. والمشكلة الذي يصور الفيديو يمني، يا حسافة بس ايش من غلب هذا. بالإضافة إلى هذا في ناس كذلك يصور اثنين يرقصوا فارحين بعرس صاحبهم سواء من تعز أو غيرها، وتكون الرقصة تبعهم شوية غير لائقة من ناحية الحركات، وينشروا الفيديو على نطاق واسع. وهات لك يا سب وشتم واستهزاء بمحافظة كاملة بمجرد ان الاثنين الذي رقصوا ينتمون لمحافظة معينة، يهاجموهم ويهاجموا محافظتهم ويهاجموا الصغير والكبير بدون وعي. وعندما يشوف شخص من خارج اليمن الأخلاق اللي نتعامل بها مع بعضنا البعض يحتقرنا وينظر إلينا بنظرة سيئة جدا، رغم ان احنا أطيب الخلق، لا ما بش وعي لا غير. ومش هذا وبس، لو أذكر لكم كم يا فيديوهات سلبية يصوروها وهي تمسنا وتساعد على تشويه بلادنا ورسم نمط همجي علينا عند العرب، لا تعد ولا تحصى هذه الفيديوهات. طيب دامك إلى الآن ما زلت تسمعني، حابب أقول لك يا عزيزي اليمني أنت مظلوم جدا إعلاميا ومشوه جدا في أنظار المجتمع الخارجي. بعد تقول لي كيف وإحنا أصل العرب وإحنا بقول لك طيب ما اختلفنا، ولكن يوجد شرذمة من الأشخاص اللي معاهم صفحات كبيرة أو صفحات صغيرة كذلك باستمرار ينشروا أي سلبيات وأي حاجة فيها تشويه لليمن، ومستعدين لأي فضيحة ينشروها على نطاق واسع. حاربهم الله.